الامن رجع تاني ولا زي ما هو؟ لا ما رجعش بالنسبه الكافيه، يعني مش هي النسبه الكافيه اللي موجوده. ظاهريا باين اللي هو راجع، لكن فعليا ما بانش اللي هو راجع زي ما كان الاول. يعني حملات الازاله في مصلحه البلد؟ حقيقي. هل الكهرباء بتقطع زي الاول ولا بتقطع؟ في الوقت الحالي نوعا ما لا. والله حضرتك هو الامن يعني لسه لحد دلوقتي ما الوضع مش مستقر قوي بسبب الاحوال في البلد بالنسبه لوزاره الداخليه، بس الى حد ما وسط في امن يعني موجود في الشارع المصري. هل شايف ان الكهرباء بتقطع زي الاول ولا حصل؟ لا حضرتك هو من بعد رمضان يعني بدات الانتظام في الميه والكهرباء رجعت كما كانت، لان كان في دخول بسبب العمارات اللي هي اتبنت جديده، وحضرتك دلوقتي بقى الوضع مستقر بالنسبه للميه والكهرباء. هل شايف في تحسن في مستوى النظافه؟ حضرتك الى حد ما لحد ما تمت الحمله بتاعت النظافه في الشارع المصري، تم الان دلوقتي السيطره على المخالفات. شايف ان الباعة الجاهلين كانوا بيعطلوا حركه البلد في الصيف؟ طبعا العربيات والمليون وكل حاجه. طب شايف ان الامن رجع تاني؟ الحمد لله. طب كان المحافظ طلع قرار النهارده ان الخبز يوصل للبيوت، رايك ايه على الحوار ده؟ يا ريت والله. نعرف رايك ايه في الامن؟ هل رجع تاني ولا في انفلات امن؟ والله هو فيه ومفيش يعني، بس برضك يعني المخبرين بترجع ترخم زي الاول برضك كده، في كده وفي كده. شايف ان حملات الازاله دي مفيده للبلد؟ اكيد طبعا، بس برضك في نفس الوقت يعني ما يجوش على البياعين. ياما هتتخرب بيتها لان في مصدر رزق، يعني الناس هتتجه للغلط برضك، بس برضك في نفس الوقت يعني لازم اللي يفارش برضك يعمل حساب للشارع لاي حاجه برضك. كنا عاوزين نعرف يا حاج رايك ايه في الامن؟ هل رجع تاني ولا في انفلات امن؟ لا احنا عاوزين الامن يرجع يعني، وعاوزين الناس تستقر، وعاوزين البلد تهدى، وعاوزين يعني جميع حاجه في الناس مؤدبه والناس محترمه يعني. تمام. اهم حاجه الاحترام. الاحترام النهارده كويس في اي بلد يعني، مش في بلد واحده، في اي بلد ما عاوزين مثلا حد يعني يتكلم كلام ناقص وكلام غلط، لا عاوزين المعقول في البلد، ان البلد عشان تمشي، ان البلد كده نايمه من. شايف ان الباعة الجاهلين لما حصل حملات ازاله هل ده في مصلحه البلد ولا ضد البياع؟ مصلحه البلد. تمام. عاوزين نعرف رايك ايه يا حاج عن الامن؟ هل رجع تاني ولا في انفلات امن؟ لا الامن 100 تمام يعني. يعني برضه ايه غير الاول يعني. شايف لما الحكومه عملت حملات ازاله للباعة الجاهلين هل ده ضرر في مصلحتكم ولا؟ لا هي ولا ده مصلحه البلد؟ مصلحه البلد ليه؟ هي بتنزل على السواق اللي هي عامله في الشارع ومعطله العربيات والبتاع، فهي كده الصح ده. شايف في تحسن في مستوى النظافه في البلد ولا زي ما هي؟ لا تحسن طبعا، كل مدى تحسن غير الاول. الحمد لله. المحافظ النهارده طلع قرار بان الخبز يوصل للمنازل، رايك ايه لو حصل الحوار ده؟ ده يبقى شيء جميل غير اللي احنا فيه دلوقتي. رايك ايه يا ريس؟ 100 محمد مرسي ده راجل هو النمره واحد والله. ماشي. احنا عاوزين نعرف رايك ايه؟ هل وضع الامن رجع تاني ولا زي زمان؟ الامن لسه شغال دلوقتي 70%. تمام. بس هو الموقف بقى 100 محطة مصر بقت 100 دلوقتي، بس المفروض ينزل بعد الظهر تاني. طبعا. بعد الظهر تاني مش الصبح بس، بعد الظهر تبقى زي ما هي. يعني حملات الازاله اللي بتحصل دي في مصلحه البلد؟ مظبوط في مصلحة البلد. رايك ايه في الدكتور مرسي؟ الدكتور مرسي 100 بس يصلح لنا المعاش بتاعنا، طالعين على معاش 100 جنيه. ماشي. عايزين نعرف رايك ايه في الشارع دلوقتي؟ هل الامن رجع تاني؟ والله الامن كويس دلوقتي، وفي ازالات بتشيل الناس اللي هي كانت في الشوارع والحاجات دي، يعني الحمد لله يعني نقدر نقول ايه الامن بدا يرجع، البلد ترجع للامان تاني يعني. هل شايف ان مشروع النهضه وخطه ال 100 يوم دي ماشيه ولا كلام على ورق؟ هو لغايه دلوقتي ماشيه الحمد لله، بس ما نقدروش نحكم على الراجل ده بحاجه في ظرف ال 100 يوم دول. لازم نصبر النهارده. هو الرئيس قال لك في حاجه اسمها 100 يوم هيظبط فيها البلد. اصبروا بقى عليه. احنا كبني ادمين كشعب نصبر شويه نستنى وتلاقي كده فرصه. انا كراجل مسؤول مثلا بروح ماشي في شغلي، ما بروحش اقوم بروح بمسك الشغل واشتغل على طول واعمل بتاع كده، لا واحده استنى. شايف ان البلد رجع لها الامن تاني ولا لسه؟ طبعا. النهارده ابسط دليل النهارده انا كراجل سواق النهارده ماشي بالعربيه، انا غلط في معايا حاجات غلط وانا ماشي الظابط وقفني النهارده. وصول واحد غيري بقى ظابط كده مشي بعيد عنه ومش عارف ايه والكلام ده، لا بالعكس فرحت وقفت اتكلمت معاه هو مرني قال لي الرخص اتفضل طلع النهارده
صاحب الرخص مني بكل ادب وبذوق واحترام، الراجل راح مديني الوصل وقال لي اتفضل، الغلط بتاع حضرتك ان الازاز عندك فميق. بس دي حاجه تفرحني انا، ما تزعلنيش. المفروض الناس كلها يعني نساعد بقى الشرطه، انما مثلا اقف اتكلم معاه بذوق وباحترام وبادب، ويطلب مني طلب اديله الطلب بتاعه، مش جهجهون. شايف ان حملات الازاله اللي بتحصل دلوقتي من مصلحه البلد ولا ضد مصلحه البياعين؟ مصلحه البلد طبعا، لان في يعني الناس دي انت كنتوا فين قبل الثوره؟ ما عملتوش كده قبل الثوره. كان يقدر حد قبل الثوره يروح يجيب ترابيزه ويفرش وينزل نص الشارع وكده. انت حضرتك نزلت قبل كده محطه الرمله او محطه مصر او الاماكن دي؟ النهارده انزل، النهارده بتمشي بالعربيه 4 حارات بتمشي جنب منهم النهارده. الاول كنت تمشي بحاره واحده. ليه؟ البياعين نازلين نص الشارع، واخد بال حضرتك، ومش سايبين فرصه البني ادم يعدي. شايف ان مشروع النهارده ده مشروع بجد ولا ورق؟ لا جميل وهيمشي، بس احنا نصبر، احنا كناس نصبر. لا مش سامح، ما نبقاش مستربعين. مش كل حاجه النهارده انا زعلان المرتب بتاعي شويه، صاحب الشغل مش مديني حقي في الشغل، اجري اروح اعمل وقفه. ما ينفعش. اما انا هعمل وقفه وانت تعمل وقفه وده يعمل وقفه وده يعمل وقفه، مش هينفع. لو تقول حاجه للرئيس تقول له ايه؟ ربنا يديك الصحه ويبارك علينا. كروشه جامده. شرف اكتر من كده. يعني ده راجل يعني صراحه ربنا يعني ده تخيل ده اب ل 90 مليون مواطن. انت النهارده كاب مثلا 3 4 افراد قلت لي يا رب اجيب منين هعمل منين، انما انت بتتكلم مع اب ل 90 مليون مواطن هتقول له ايه؟